السلام عليكم. الجزء الأول من سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الإنجليزية، وهنوصل لحد الاحتراف وإن أنت تكون طليق في اللغة الإنجليزية. وأنا أوعدك إن سلاسل الفيديوهات ديت هتكون مميزة جدا، بشرح الطريقة اللي أنا اتعلمت بيها وما لقيتهاش في أي مدرس أو أي قناة على اليوتيوب نهائيا. إن أنا كنت نفسي ألاقي سلسلة من الفيديوهات ديت أو طريقة حد يتكلم بيها أو يدرس بيها يخليني اتعلم بطريقه سريعه، يخليني اتعلم بطريقه ذكيه وسهله. وان شاء الله هيكون في قوائم تشغيل مميزه جدا لشرح وتبسيط جميع قواعد اللغه الانجليزيه للناس اللي عندهم عقده من القواعد. فخلينا نتكلم على السلسله اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي، وهي سلسله الكلمات والجمل. يعني علشان تعرف تتكلم لازم يكون عندك حصيله جمل كامله وازاي توظفها. فيلا بينا نبدا. فالكلمة اللي معايا النهاردة هي conflict. There was a conflict between the two teams during the match. There was كان هناك a conflict معناه هو صراع واحد between بين the two teams بين الفريقين أثناء during the match. في برضو كلمتين there اللي هي بمعنى هناك وزير اللي هي بمعنى لهم أو خاصة بهم، دي أدوات ملكية. There was اللي هي كان هناك. A conflict دي بتيجي مع الحاجات المفردة المعدودة النكرة، بتيجي عادي قبل الحروف الساكنة، ودي هتكون برضه شرحها لك في فيديوهات قبل كده. conflict صراع أو خلاف between بين the أداة تعريف two اتنين فريقين teams during أثناء the match. There was كان هناك a conflict between the two teams during the match. Goodbye.